السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله نعمل كده الفيديو مختلف شوية، نعمل ميزانية كده مع بعض. نبتدي كده الشهر كده نحاول يعني نوفر وكده. اول حاجة ميزانية اول يوم طبعا هنبتديها كده مع بعض، حاجات بسيطة على قد استخدام اليوم. اول حاجة انا جبت فرخة، دي فرخة كيلو ونص وكم جرام كده تقريبا. دي الفرخة عاملة 155 جنيه. طبعا الفرخة دي احنا هنقسمها على 3 وجبات، يبقى نستخدم الفرخة معانا في 3 وجبات، يبقى يعتبر اليوم معانا في اللحوم ب50 جنيه. وعندنا نص كيلو من الرز. الرز ده انا جايباه ب27. البطاطس الجميلة دي جايباها كيلو ونص ب10. هي بطاطس صغيرة بس بطاطس تحمير حلوة، يعني جربتها تحمير حلوة. دي كيلو ونص ب10. احنا طبعا هنستخدم يعني نص كيلو في اليوم، وممكن ما يخلصش كمان يعني. طبعا النص كيلو ب3.5. والقوطة الحلوة دي برضو جايباها كده كيلو ونص ب10. نستخدم برضو نص كيلو في اليوم، بس اكيد يعني النهاردة مش هنستخدمه كله لاننا النهاردة هنعمل السلطة. النهاردة هنعمل سلطة كول سلو. عندنا نص كرنبة دي عندنا من رمضان متبقية عندنا، كنت جايباها في رمضان عملنا منها كول سلو. والنص الباقي ده طبعا شلت الوش كده لانه كان اسود شوية، وهنظبطها بقى ونستخدمها معانا في السلطة. جبنا لها كده علبة زبادي بلدي صغيرة. علبة الزبادي دي ب7.5. 2 بيض. البيض بقى للفطار، بيضتين حلوين كده نعملهم اومليت. البيضتين تقريبا ب9.5 10 الا ربع كده يعني. طبق جبنة رومي ده يعني في قطع يعني مش كتير مش كبير يعني. ده طبق ب15 جنيه. ده من السوق يعني، المحلات اللي بتبيع الأجبان واللبن في السوق بيبقى مقطعينها أطباق كده متوسطة، يعني أسعار مختلفة بحيث إن اللي محتاج أي حاجة ياخدها، يعني سعر صغير كبير. طبعا الغدا بقى هنبتدي مع بعض كده ايه. هنعمل فطار كده بطاطس محمرة، ونعمل معاها بيض اومليت كده حلوة قوي. ولو حابين بقى نضيف فول او فلافل براحتنا يعني، بس انا ولادي يعني مباكلوش كتير، حاجه كده ساندوتشين مش اكتر من كده. ونعمل ان شاء الله مع بعض جبنه كريمي ولانشون وحاجات اقتصاديه في البيت. والقطه دي طبعا خلاص كده احنا خدنا قطين كده للفطار، نعمل جبنه بطماطم وخلاص كده، الباقي هتتبقى في التلاجة لتاني يوم. كده الفرخه بتاعتنا هنقسمها، هناخد الوراك هنسلقها ونعمل جنبها سلطه الكول سلو. والصدور بقى هنشيلها كل قطعة في كيس نستخدمها في يوم تاني. كده بقى ميزانية النهاردة يعني كلفتنا 103 جنيه. القطة طبعا مش هنستخدمها فايه، هيتبقى منها في التلاجة، يعتبر يعني الميزانية 100 جنيه، فطار وغدا وعشاء. طبعا عشاء جبنة رومي بيحبوا الولاد يعملوها بالليل، يحطوها على عيش كده ويسخنوها تبقى سايحة كده وحلوة. ونعمل معاها كده، نعمل بقى ان شاء الله مع بعض الجبنة السايحة. بنستخدمها، عملتها كده للبيتزا كانت حلوة جدا، بس مصورش الفيديو معاكم ونزل على التيك توك بس صورة يعني كده اخدتها نزلتها على التيك توك. نبتدي بقى نجهز مع بعض الغدا. قسمنا بقى الفرخة بتاعتنا، اخدنا الصدور بالشكل ده طبقين، والكبد وقوانص بقى نحوشها كده معانا لاخر الشهر. كل ما نجيب فرخة كده كل اسبوع نحوش الكبدة والقوانص بتاعتها، نيجي عند اخر الشهر يبقى عندنا وجبة من غير ما ندفع فيها فلوس. هنبتدي بقى نعمل الرز.
فعندنا الشوربة، لما يبقى الشوربة عندنا فيها دهون ما نزودش بقى المادة الدهنية. بسم الله الرحمن الرحيم. حمرنا بقى الرز بتاعنا، نحمره بالشكل ده. نحط معلقتين من الزيت او معلقة سمنة ومعلقة الزيت. هنا عندنا الفراخ، طبعا الشوربة بتاعتها دسمة، هنقلل كمية الدهون. نغطي بقى الرز ونسيبه يستوي، ان شاء الله بعد ما يستوي. طبعا الشوربة بتاعتنا فيها ملح وفيها توابل وفيها جزر وبصل وكده. طبعا الشوربة مبهرة يعني، فما ضفناش حاجة للرز. الرز بقى بتاعنا يستوي. عندنا بقى الفراخ، وبعد ما سلقناها بقى لها تكه كده، ما نسيبهاش تتهري معانا. نضيف، وعندنا بقى شويه معلقتين 2 من الدقيق نضيف لهم. لو عندنا بهارات فراخ جاهزه نضيف معلقه من بهارات الفراخ. ما عندناش بهارات فراخ هنضيف بقى كمون، كزبره، فلفل اسود، جنزبيل، ثوم وبصل بودره. ضفنا بقى ملح، رشه من الملح، رشه كركم، ورشه صغيره من الشطه، والزعتر رشه صغيره برضو مع الجنزبيل، وكمون وكزبره وفلفل اسود. نبتدي بقى نضيف ميه. عايزين عجينه كده تقيله. الخليط معانا بالشكل ده، قوامه تقيل. ننزل فيه الفراخ، ننزلها بقى في الخليط بالشكل ده، وبعدين ننزلها في الخلطة الصفراء او في بقسماط، او ننزلها في الدقيق، اي حاجة متوفرة عندنا. انا عندي خلطة كنتاكي متبقية من تجهيزات رمضان، كنا بنعمل مع بعض تجهيزات رمضان، فهنستخدمها معانا. لو ما عندناش الخلطة نستخدم دقيق. بعد الخلطة دي ننزلها بقى في دقيق. عندي بقى سلطة الكولسلو بتاعتنا. الكرنب قطعناه قطع صغيرة بالشكل ده، وعليه جزرة مبشورة. نضيف لهم بقى معلقة من العسل، لو مش متوفر عسل هنضيف معلقة سكر، ورشة ملح. وعندنا الزبادي، وعندنا بقى فاكهة النهاردة كانتالوب، نسيت اوريه لكم في الفيديو، كان مركون على جنب ما شفتهوش يعني الا بعد ما صورت معاكم المشتريات بتاعتنا.
ومايونيز كنا عاملينه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده تبقى السلطة بتاعتنا جاهزة. ندخلها بقى، نغطيها وندخلها التلاجة. ويفضل تتعمل قبل الاكل بشوية بحيث ان هي ايه تدخل التلاجة بقى، والمكونات بتاعتنا كلها تتشرب من بعضها وتبقى طعمها حلو، والكرنب يطرى شوية. شوية مايونيز. هندخل بقى السلطة بتاعتنا التلاجة، وبعدين نكمل بقى نحمر الفراخ. عندنا بقى الخلطة الصفراء، ننزل بقى كده فيها الفراخ بتاعتنا. لو عندنا وقت نعملها من قبلها، قبل ما نسويها بنص ساعة وندخلها التلاجة. طبعا الفراخ معانا مستوية، فهتاخد بس كده لون تتحمر يعني مش اكتر. متاخدش بقى طبعا وقت على النار، والخلطة دي ما بتشربش زيت، فحلوة جدا بتوفر لنا بقى الزيت. لكن لو عملنا لو غلفناها بالدقيق، طبعا الدقيق بيشرب زيت. ده غدانا، عصير برتقال بالجزر. طبعا انا عامله كميه حلوه كده من عصير البرتقال ومعبيها في الاكياس، شايلاها في الفريزر. دي وجبه النهارده، غدا النهارده ان شاء الله يعجبكم. دي وجبه كده نحطها كده للاطفال، هتبقى شكلها حلو جدا يفتح النفس. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.